بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول، نبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض النهارده. هو ان احنا النهارده بقى ايه، كان جايلنا شوية فول كده اخضر من عند اخواتي. فطبعا الفول ناشف الايام دي، عشان خلاص كل سنة وانتم طيبين، موسم الفول خلاص بيروح بقى والناس بتقطعه في الاراضي. فاخواتي جابوا لي شوية فول كده وجينا ناكله، معرفناش ناكله عشان ايه، ناشف قوي. قلت اعمل بهم ايه، قمت قايله بقى يلا نستغلهم ونعمل بهم شويه فول دميسه بالجمال والطعامه والحلاوه دي، طالع احسن من الناشف بكتير. لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني كده وتنوريني وتحطي لي لايك وتحطي لي اشتراك وتكتبي لي كومنت جميل زي كده وتقولي لي بتشاهديني من اي بلد. يلا بينا نشوف عملنا الفول الجميل ده ازاي. عملناه دميسة بالطعامة والحلاوة دي، والطعم احسن من الناشف بكتير. اوعي تطبخيه لو انت مش بتحبيه مطبوخ، ما تعملهوش مطبوخ، اعمليه بالطريقة ديت. وبيتعمل كمان طعمية، بتمسكي الفولة تقشريها وتفصصيها وتاخديها بقى تعملها ايه طعمية، بتبقى طعمها تحفة جدا. ده الفول اهوت، كنا اكلنا منه شوية بس بصراحة لقيناها ناشف قوي. فقلنا ايه بقى، نستغله وناخده كده نقشره ونفصصه، نطلع يعني الحبايات من قلب القرن وايه، ونعمله زي ما قلت لكم كده. انا بوريكم الفول بقول لكم ان هو ناشف قوي، جينا عشان ناكله ما عرفناش ناكله. يلا بينا ايه، نفتحه كده ونطلع كمية اللي احنا هنعملها. انا عملته بصراحة على مرتين، عملته على يومين علشان ما يبقاش بايت كده وما يبقاش طعمه حلو. عملته على مرتين، سبته خدت الكمية اللي انا هعملها اليوم ده، فصصتها وغسلتها وظبطتها، والكمية التانية سبتها في القرون بتاعتها لتاني يوم عملتها، عشان ما ينشفش مني اكتر ولا يدبل، بيفضل في القرن بتاعه محفوظ كده وكويس. لو انت جايلك شوية فول كده ولا عندك فول وزرعاه اعمليه بالطريقة ديت، هيعجبك جدا واولادك هيحبوه وجوزك هيحبه، هيبقى طعمه تحفة. صلوا على النبي كده بقى واذكروا ربنا كتير. ربنا يا رب يوفقنا ويوفقكم كلكم يا رب. كده بوريكي بقى الفول ان انا ايه، الكميه اللي انا خدتها هي فصصتها، وبتيجي بقى على البتاع اللي في في اللي في الفوق في البوز بتاع حبايه الفول، بتشيليها ما تعملهوش بيها لانها بصراحه متبقاش حلوه في الاكل كده وبتبقى باينه. شيلي السدد دي كلها ونضفيها، ويلا بينا نغسل الفول ونشوف هنعمل فيه ايه. خلاص كده غسلنا الفول وحطيته في المصفى بتاعتنا ديت عشان يتصفى. هنجيب حلة بقى كده، جبت حلة صغيرة كده قد الكزرونة ونزلت فيها بشوية زيت، 3 4 معالق زيت حلوين كده، وهنسيبهم يسخنوا كويس. وهننزل بالفول بتاعنا بعد ما اتصفى في قلب الزيت بتاعنا، وقلبي بقى قلبي كده حلو الفول كله ببعضه على نار عالية، بس مش عالية قوي يعني، على اكبر عين، على العين الصغيرة. وتسيبي ايه الفول عايزينه بصي بقى ايه، يطرشق يفرقع، بصي زي ما بتقولي قولي. المهم الحباية بتاعتنا الجلد بتاعها ده هيغير ويفتح معاكي ويدبل ويبقى ايه بالقوام اللي انت شايفاه ده. من وقت للتاني ما تعليش عليه قوي، خليه النار وسط. الاول حطيه على نار عالية وبعدين حطيه على نار وسط وغطي عليه من وقت للتاني، وانت في المطبخ كده قلبي كل شوية هيطلع معاكي بالمنظر ده. الاول كان البخار بتاع الفول مشبر الكاميرا، فايه فمسحت الكاميرا ورجعت لكم تاني عشان اوريكم ان انا عايزاه يوصل للايه، للحبايه تعمل كده. شفت الحبايه دبلت وفتحت معانا والجلده بتاعتها خلاص بقت زي الميته كده. طبعا هو كان اخضر ومرعرح كده وحلو، دلوقتي دبل من الزيت ومن البخار بتاع النار. قلبي لحد ما الحبايات دي كلها تفتح معاكي وتدي اللون ده. وهنجيب بقى ايه كميه من الميه، كمية كويسة هتغطي الفول كله. احط له مثلا ايه 3 كوبايات مية، وسيبيه على نار عالية وحط له التوابل بتاعته وسيبيه على نار عالية يستوي معاكي كده. بقى جبت ايه نص معلقة 7 بهارات ومعلقة ملح صغيرة، وهنسيبه بقى على نار عالية يغلي كده بقى ويستوي، علشان ناخده بقى نشوف هنعمل فيه ايه تاني ويطلع معاكي الفول الدميسة الجميل اللذيذ ده. كده خلاص كنت سبته ربع ساعة على النار يغلي ويطيب. لما استوى كله جبت الهراسة بتاعتنا بقى وهنهرس الفول بتاعنا
كله هنفضل بقى نهرسه نهرسه، اهرسيه على قد ما تقدري، يطلع معاكي بالجمال والحلاوه ديت. والطريقه سهله خالص وبسيطه خالص. لو انت واقفه في المطبخ بتغسلي شويه مواعين عندك، او بتعملي سلطه، او بتعملي اي حاجه، هتعملي شويه الفول دول جنب منك، مش بيحتاج ان هو يطيب زي الفول الحصى، لانه اصلا اخضر، وانت ايه عاملاه في الزيت، بيطلع معاكي بالقوام الجميل ده. ودوقيه وجربيه وقولي لي ايه رايك فيه. واشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا، ويا رب الفيديو يعجبكم. باي باي.